والله هتموت. ربنا بعت لي حد يوم 7 نوفمبر اجتمع بيا في نقابه محامين شمال ووراني كل حاجه، وراني كل حاجه. ولو ثبت فعلا ان ايمان كانت في مسرح الجريمه، فاعتقد ان دليل زي ده لازم يتقدم لمكتب معالي المستشار النائب العام عشان المجرم ياخد عقاب. اللي انا اطلعت عليه من شأنه ان هو طبعا كان يباعد بين ايمان وبين رأفت المحكمه. نص الماده 17 بيقول ان يجوز لعداله المحكمه الموقره تخفيف عقوبه الاعدام للسجن المؤبد او السجن المشدد. طيب هل عداله المحكمه استخدمت الماده 17 بما انها اتكلمت في منطوق الحكم على حاجه زي كده؟ اذا كان هو عامل كده في صديق عمره، شافه كان بيزوم في الحفره وشافه كان بيموت قدامه وما عملوش اي حاجه، استدرجوا عشان يرتكب جريمه بشعه زي دي بمساعده ايمان واحمد فرج وقتلوه بدم بارد. فما تستغربوش ان واحد زي ده يبقى واقف قدام عداله المحكمه الموقره وفي ثبات انفعالي، واقف بمعنى اصح يا جماعه زي الديب قتل ضحيته ومش فارق معاه اي حاجه. مكملين مع حضراتكم في تغطيه قضيه الدكتور اسامه صبور رحمه الله عليه، وخصوصا اللي بعد جلسه النطق بالحكم بدا يتم ترويج اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي كان لازم نطلع ونرد عليها مع حضراتكم في حلقه النهارده. زي مثلا تصريحات محامي ايمان المتنحي الاستاذ حازم اللي بنكن له كل احترام وتقدير عن ان ايمان كانت متواجده في مسرح الجريمه، وانه اتصدم حرفيا بعد الكلام اللي هعرضه على حضراتكم في حلقه النهارده. مش بس كده، هنتكلم مع حضراتكم في حلقه النهارده عن الاخبار المتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن استخدام عداله المحكمه الموقره للماده 17 وهي ماده تخفيف عقوبه في المقام الاول. السؤال هنا تحديدا ليه ايمان اخذت 15 سنه وما اخدتش اعدام زي الاثنين متهمين التانيين؟ اسئله كتير بتشغل الراي العام بخصوص الموضوع ده، كان لازم نطلع ونرد عليها مع حضراتكم في حلقه النهارده. علشان ما اطولش على حضراتكم، يلا بينا نصلي على النبي عليها افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الكلام. خلينا ابدا مع حضراتكم بتصريحات الاستاذ حازم محامي ايمان المتنحي بخصوص تواجد ايمان في مسرح الجريمه. وهنا تحديدا يا جماعه انا لازم اقف مع حضراتكم واكد لكم ان بالفعل قبل جلسه النطق بالحكم كان وصلني بعض المعلومات ان ايمان كانت متواجده في مسرح الجريمه، لكن المعلومات اللي وصلتني دي يا جماعه ما كانش فيه اي تاكيد عليها، مجرد كلام مرسل، لحد ما اتفاجئت ان الاستاذ حازم طالع بيصرح على مواقع التواصل الاجتماعي. ربنا بعت لي حد يوم 7 نوفمبر اجتمع بيا في نقابه محامين شمال ووراني كل حاجه، الله يرحمه ويحسن اليه. اللي انا اطلعت عليه هو يعني من شأنه ان هو طبعا يعني يشيد سامق وعالي بين ايمان وبين الرأفت. اللي انا اطلعت عليه من شأنه ان هو طبعا كان يباعد بين ايمان وبين رأفت المحكمه. وهنا السؤال تحديدا، ايمان ايه اللي وداها هناك؟ وهل هي فعلا مشتركه في الجريمه ولا لا؟ مبدئيا كده يا جماعه قبل ما نتكلم في الجزئيه دي، عايزين نركز ان لا تعقيب على احكام القضاء. في حكم قضائي صدر وهنحاول نوضح لحضراتكم الامور، لكن اصل الدفوع امام عداله المحكمه الموقره ان ايمان استدرجت المتهم وعلاقتها انقطعت بالجريمه وقت الاستدراج. سمعنا كلام كتير ان نقاب ايمان كان متواجد في مسرح الجريمه، وان كان في سيده منقبه في مسرح الجريمه، وربطوا الكلام ده بالنقاب اللي لقوه في شنطه ايمان. لكن برضه يا جماعه عايزين نقف ونسال نفسنا سؤال مهم جدا، هل الكلام اللي بيتقال ده في دليل مادي ملموس عليه ولا لا؟ طب الكلام ده بما انه موجود ما تقدمش ليه لعداله المحكمه الموقره؟ وكان يعني كانت شريعتي وميثاقي في الدفاع ان انا اضيء الضرب لهيئه المحكمه واعبد لها الطريق، واقراري طبعا بالغالبيه الاعم والاشمل برضه يا فندم من التهم، يعني قد ايه يعني برضه كان له اثر بالغ في اراحه الضمير. انا عارف ان كل الناس متضايقه ان ايمان ما اخدتش اعدام زي الاثنين متهمين التانيين، لكن هرجع واتكلم مع حضراتكم في منطوق الحكم. من ضمن مواد القانون اللي قالتها عداله المحكمه الموقره الماده 17. طب الماده 17 ده يا جماعه نصها ايه؟ نص الماده 17 بيقول ان يجوز لعداله المحكمه الموقره تخفيف عقوبه الاعدام للسجن المؤبد او السجن المشدد. طيب هل عداله المحكمه استخدمت الماده 17 بما انها اتكلمت في منطوق الحكم على حاجه زي كده؟ بكل بساطه يا جماعه احنا ما نقدرش نقول حاجه زي كده او نروج لحاجه زي دي الا بعد الاطلاع على حيثيات الحكم. الكلام دلوقتي ان ايمان واحمد فرج واحمد شحته ثلاثه اتحالوا لفضيله المفتي لاخذ الراي الشرعي في اعدامه، لكن هل عداله المحكمه خففت العقوبه او لا؟ لحد وقتنا ده محدش يعرف. كل اللي بيحصل ما هو الا مجرد اجتهادات حتى لو كان من ضمن منطوق الحكم الماده 17. اعتقد من وجهه نظري اللي احنا المفروض اللي احنا نستنى لما نشوف حيثيات الحكم نقدر ناكد على الكلام ده يا جماعه بعد الاطلاع على حيثيات الحكم. نيجي بقى للجزئيه الاهم، هل ايمان تستحق العقوبه دي ولا لا؟ بكل بساطه يا جماعه
انا من وجهة نظري شفت الدكتور اسامة صبور وشفت مقطع الفيديو وقريت تحقيقات النيابة وقريت اقوال المتهمين وشهود الاثبات وكل حاجة بخصوص القضية. فالقضية دي تحديدا انا بتناولها بقلبي مش بعقلي، لكن عدالة المحكمة الموقرة بتبص الأدلة ثبوتية من واقع الأوراق اللي قدامها. وعلشان نكون متفقين يا جماعة، الأستاذ حازم اتفقنا معاه أو اختلفنا معاه فقدم مرافعة قانونية تحترم أمام عدالة المحكمة الموقرة، ومن وجهة نظري قدر اللي هو يدافع عن المتهمة بتاعته. لكن ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي وندمه واعترافه بالخطأ بيدل انه شخص محترم، وان كان هدفه اللي هو يظهر الحقيقة والحقيقة وبس. خلاص الكلام يا جماعة، لا تعقيب على احكام القضاء، ما ينفعش نعلق على حكم قضائي، لكن هنستنى حيثيات الحكم عشان نعرف الحكم ده طلع بالشكل ده ليه. اما بالنسبة لوجهة نظري او رأيي الشخصي بخصوص ايمان، فانا كنت اتمنى اللي يوقع عليها عقوبة الاعدام، لكن الكلام ده قلت لحضراتكم انا مش رجل قانون عشان افتي في الامور القانونية. في عدالة محكمة اطلعت على الأوراق وعلى الأدلة والمستندات وحكمت بالحكم ده، فكامل الاحترام والتقدير لعدالة المحكمة الموقرة. بكل بساطة يا جماعة النيابة هتطعن على الحكم ده، ولو الحكم ده مش عاجب إيمان نفسها تقدر برضو تطعن عليه أمام محكمة النقض. احنا هنا أمام إجراءات قانونية، المشاعر والعواطف دي في قلوبنا، ولو ثبت فعلا إن إيمان كانت في مسرح الجريمة فأعتقد إن دليل زي ده لازم يتقدم لمكتب معالي المستشار النائب العام عشان المجرم ياخد عقاب. نقطة تانية حابب اتكلم فيها مع حضراتكم يا جماعة بخصوص احمد فرج واحمد شحتة. لفت نظري ان احمد شحتة اثناء النطق بالحكم كان عنده ثبات انفعالي غير طبيعي، والراجل ده يا جماعة في ناس بتقول لا ده هو مطمن اللي هو هيخرج ومش هيتحكم عليه وكلام من هذا القبيل. عايز اقول لحضراتكم انتوا بتقولوا ليه عنده ثبات انفعالي اذا كان هو عامل كده في صديق عمره، شافه كان بيزوم في الحفرة وشافه كان بيموت قدامه وما عملوش اي حاجة، استدرجوا عشان يرتكب جريمة بشعة زي دي بمساعدة إيمان وأحمد فرج وقتلوه بدم بارد. فما تستغربوش إن واحد زي ده يبقى واقف قدام عدالة المحكمة الموقرة وفي ثبات انفعالي، واقف بمعنى أصح يا جماعة زي الديب قتل ضحيته ومش فارق معاه أي حاجة. لكن حتة اللي احنا نقول أصل هو مطمن أصل هيطلع في النقض أصل أعتقد من وجهة نظري إن القضاء المصري قال كلمته، وإن اللي جاي هو حكم محكمة النقض، وكلنا ثقة في القضاء المصري. اما بالنسبه للناس اللي بتقول لي انت بتدافع ليه على القضاء يا جماعه، لما شاكك في كل مؤسسات بلدي طب امال انا هثق في مين؟ ما لازم اثق في القضاء المصري لان في سجلات مشرفه كتير قدمها في القضايا اللي من النوع ده. الناس اللي بتقول الحكم مش عاجبنا او الكلام ده حضراتكم ممكن تلجأوا لمحكمه النقض، لكن اللي احنا نشكك في مؤسسه زي مؤسسه القضاء فالكلام ده غير مقبول بالمره. انا بقول كلمه حق ابتغاء مرضات ربنا ولا اخشى في الله لومة لائم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.